السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة صينية بسبوسة في منتهى الجمال. فلو البسبوسة بتبوظ او بتفشل معاكي او عمرك ما عملتيها قبل كده، يبقى لازم تشوفي الفيديو للنهاية. هتعرفي كل تفاصيلها وهقولك ايه اللي بيخليها تنشف منك، وامتى ما ترضاش تشرب الشربات، وايه اللي بيخليها تطلع مفرولة ومش متماسكة. بعد الفيديو ده هتطلعي استاذة في عمايلها باذن الله. بسبوسة طريقتها سهلة جدا، والحلو فيها انك تقدري تعملي حاجة حلوة في اقل وقت، ومش محتاجة الوقفة كتير ولا فرهدة في المطبخ. بسبوسة طرية ومرملة ودايبة على الاخر، وفي نفس الوقت متماسكة وشاربة الشربات كويس قوي. ناجحة واحلى وانضف واوفر من الجاهزة بكتير. حط لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا نص كيلو من دقيق السميد، ولو هتعيريهم بالكوباية فبيكونوا 3 كوبايات. ووقت ما تيجي تشتريه من السوبر ماركت او من العطار ما تجيبهوش ناعم قوي، يعني هات السميد الوسط، لا الخشن ولا الناعم، لان السميد الناعم بيخليها تطلع مكتومة وناشفة، وبرده السميد الخشن بيخليها تطلع مفرولة ومش متماسكة. دي اول نقطة وضحتها. وضفت 3 معالق كبار من جوز الهند الناعم، وتقدري تضيفيه او ما تحطهوش زي ما تحبي. وهتحطي 2 باكت فانيليا، يعني حوالي نص معلقة صغيرة. وهنحط كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وذرة ملح صغيرة قوي. واوعي تزودي في كمية البيكنج باودر علشان ما تطلعش معاكي كيكة مش بسبوسة. احنا بنحط بس حاجة بسيطة علشان تطلع مفتحة من جواها مش اكتر. وبعد ما قلبنا المكونات مع بعضها كويس، هنبدأ نضيف السمنة. معايا كوباية الا ربع من السمنة، وزنهم 150 جرام، ويدوب كنت بس مفككاها او مدوباها على النار مش اكتر. فاوعي تضيفيها وهي سخنة، يعني بتكون بدرجة حرارة الغرفة او دافية بسيط. والافضل بقى انك تستخدمي سمنة بلدي، ولو ما عندكيش يبقى استخدمي سمنة نباتي او تخلطي بين الاتنين، يعني استخدمي الموجود عندك. وبعد ما ضفنا السمنة على دقيق السميد بنبسهم مع بعض كويس قوي لحد ما دقيق السميد يتشرب السمنة ويتغلب بيها كويس جدا. وفي المرحلة دي احنا بنقلب براحتنا ومش بنكون قلقانين، فبسيها وقلبي فيها براحتك. امتى بقى بنكون حذرين وما بنقلبش فيها كتير؟ وقت ما نضيف لها السوائل. شايفينها بقت عاملة ازاي؟ عاملة زي الرملة المندية، وكل حباية فيها متغلفة بالسمنة كويس قوي. سيبيها بقى على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. معايا كوباية الا ربع من السكر، وزنهم 150 جرام، وبننزل عليهم بكوباية الا ربع من الحليب او اللبن، وزنهم برضو 150 جرام. وهنضيف عليهم 100 جرام من عسل الجلوكوز، يعني بمقدار معلقتين 3 كبار. وممكن تستبدليه بعسل النحل اللي هو العسل الابيض، او تحط شربات حلويات تقيل. واخدت الخليط بقى وشغلت عليه النار لحد ما عسل الجلوكوز والسكر دابوا كويس. احنا مش عاوزين الخليط يسخن معانا يا جماعه، يا دوب يكون دافي بسيط. اما لو سخن معاكي يبقى هتسيبيه على جنب كده لحد ما يبرد او يكون دافي حاجه بسيطه، لانك لو ضفتيه على البسبوسه وهو سخن يبقى كده بوظت البسبوسه، وهتطلع معاكي ناشفه ومحجره، واستحاله ترضى تشرب الشربات بعدها. فحط صباعك فيه، لو ايدك استحملته يبقى كده تمام. اما بقى لو ايدك ما استحملتوش وكان بيلسع، يبقى كده هتسيبيه لحد ما يهدى خالص. واخدت الخليط وضفته على السميد المتغلف بالسمنه، وهتقلبيهم مع بعض، بس مش هتقلبي فيهم كتير. هو يا دوب ما تلاقي ان السوائل اختلطت مع السميد بعدها بتوقفي تقليب على طول، لانك لو بلغتي في التقليب وقلبتي فيها كتير يبقى هتنشطي ماده الجلوتين الموجوده في دقيق السميد، وبالتالي هتطلع البسبوسه ناشفه جدا ومحجره، ووقت ما تيجي تسقيها الشربات مش هترضى تشربه، وتكوني كده بوظتي البسبوسه. انا ماشيه معاكم واحده واحده اهو، وفي نفس الوقت بحاول ان اجاوب على كل اسئلتكم وكل المشاكل اللي بتواجهكم في عمايل البسبوسه. ان شاء الله بعدها تعملي احلى صينيه بسبوسه وعمرها ما تبوظ معاكي ابدا، وهتبقي كمان محترفه في عمايلها باذن الله. جهزت بقى الصينيه اللي هنعمل فيها، ودهنتها بشويه حلوين من السمنه، ما بتخليهاش تلزق، وكمان بتديها لون حلو من تحت. مقاس الصينيه اللي عملت فيها كان مقاسها 20 في 28، وممكن تعمليها في صينيه مدوره مقاس 28 او 30 على حسب ما بتحب سمكها. وهتسويها كويس بحيث يكون كلها بسمك متساوي. واللي هيخليها تتساوى اكتر ويخلي وشها يكون املس ومظبوط هو انك تخبطيها كام خبطه كده على الرخامه، هتتساوى وتكون مظبوطه. وتقدري تدخليها الفرن على كده، او تعملي الخطوه اللي انا هعملها. هتجيبي سكينه او قطاعه او حتى مسطره، وهتقطعيها لقطع متساويه، يعني على شكل مربعات او مستطيلات زي ما انت عاوزه. وفايده التقطيع قبل ما ندخلها الفرن بيخلي التسويه بتاعتها تكون مظبوطه اكتر،
وكمان تستوي وتاخد لون من جواها حلو قوي. وبعدين بنحط على كل قطعة 3 حبات من السوداني، او ممكن تحط مثلا لوز او بندق، يعني اي مكسرات انت بتحبيها، وممكن تسيبيها سادة زي ما هي كده برضو هتكون جميلة من ايديك القمر. وبالنسبة بقى لتفاصيل التسوية خدي بالك معايا، سخني فرنك في الاول كويس قوي، وبعدين دخلي الصينية وحطيها على الرف الاوسط وولعي فرنك من تحت بس، احنا مش بنولع عليها الشواية الا اذا احتاجنا في الاخر. بنسويها على درجة حرارة 190، يعني نار متوسطة، لا عالية قوي ولا هادية قوي. واول ما تلاقي الحروف بتاعتها اخدت لون ذهبي وكمان فصلت عن الصينية، بعدها بقى تولعي لها الشواية علشان تحمر من فوق. هي بتاخد في الفرن من 40 ل 50 دقيقة على حسب نوع وحرارة فرنك، بلاش تسيبوها وقت زيادة في الفرن علشان ما تنشفش. وفي اخر 5 دقايق بنروح نعمل الشربات بتاعها، اللي هو عبارة عن 1.5 كوباية من السكر، وبنضيف عليهم 2 كوبايات من المية، وبعدين هنزود عليهم عصير نص ليمونة او معلقة من عصير الليمون، وهناخدهم بقى ونرفعهم على النار لحد ما يغلوا. وبمجرد ما يغلي غلوتين 3 هنطفي عليه النار علشان احنا عاوزينه خفيف مش تقيل. وبعد ما طفيت عليه النار حطيت له معلقة سمنة بلدي، منها بتدي لمعة حلوة قوي للبسبوسة، وكمان بتديها ريحة وطعم في منتهى الجمال. وبمجرد ما تطلعي صينية البسبوسة من الفرن هتسقيها بالشربات وهو برضو سخن وخفيف زي ما شفتيه. فلو شرباتك تقيل او بارد فده برضو هيخلي البسبوسة بتاعتك تطلع ناشفة مش دايبة، فالصح انه يكون سخن وخفيف. ما شاء الله، شايفينها بتشرب الشربات بسرعة ازاي؟ ده اكبر دليل على ان البسبوسة ناجحة وهتطلع طرية ودايبة على الاخر. ويدوب كمية الشربات اخدتها كلها وكانت مظبوطة جدا. وبمجرد ما بضغط لكم عليها بصباعي كده بلاقيها طرية وكمان شاربة الشربات ما شاء الله. هنغطيها بقى 10 دقايق او ربع ساعة علشان تتشرب كل الشربات وتطرى معانا اكتر. المفروض انك ما تقطعهاش ولا تيجي جنبها الا بعد ما يمر عليها على الاقل نص ساعة او ساعة او اكتر من كده كمان، لان كل ما تسيبيها وقت اكتر بتكون احلى واحلى. انا يدوب سبتها نص ساعة بس وبعدين قطعتها علشان اوريها لكم. اللهم بارك، شكلها ولونها تحفة من تحت ومن فوق، حاجة كده قمر. وما شاء الله شاربة الشربات بتاعها كويس قوي، وبتطلع من الصينية القطعة بقطعتها ولا مفرولة ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت كده دايبة وطرية ومرملة، وريحتها وطعمها مش قادرة اوصفلكوا جمالها. احلى بسبوسة هتعملوها باذن الله، ومفيش مقارنة بينها وبين الجاهزة اطلاقا، لا في طعمها ولا في ريحتها ولا في كمان شكلها. بسبوسة ناجحة 100%. شايفين قد ايه هي متماسكة وفي نفس الوقت كده طرية ومرملة؟ جربيها على طريقتي والتزمي بكل التفاصيل اللي قلتلك عليها، استحالة تفشل منك، وهتكون احلى بسبوسة هتعمليها وبألف هنا. واي اخت سألتني اي سؤال عن البسبوسة اظن ردت لكم على كل الاسئلة ولقيتوا الاجوبة جوه الفيديو. وكده خلاص وصفة النهاردة خلصت، اتمنى تكون الوصفة عجبتك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو ما كنتش مشتركة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.